يا صباح الفل. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الاسبونج بطريقة سهلة وبسيطة ب3 مكونات بس. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اللي يعجبه الفيديو دوس لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وان شاء الله اقدم لكم كل جديد. دي تنفع ان انتوا تزوقوها او تحطوا عليها صوص شوكولاتة لو مستعجلين. هنا ال3 مكونات عبارة عن 6 بيضات، ونص كوباية مية، ونص كيلو دقيق اسبونج. ده موجود في اي محل في حاجة الحلويات. هنحط الدقيق وهنحط عليه ال6 البيضات وهنحط كوباية المية. هنا الدقيق فيه كل المكونات، يعني مش هنضيف اي حاجة تانية غير ال3 مكونات دول، وهنضربه كويس. هو هياخد ضرب في حدود 15 دقيقة. هنا الصينية انا حطيت فيها ورقة زبدة ودهنتها بحتة زبدة صغيرة. زي ما انتوا شايفين كده الكيكة سمكها ما شاء الله عامل زي كريم شانتيه كده. هي ممتازة معايا. هبتدي افردها كده بالراحة وهدخلها على درجة حرارة 180 على الشبكة اللي في النص، وهنشوفها بعد ما تطلع. انا كده سويتها خلاص، سويتها. هدخلها الفرن وهنشوفها بقى اما تخرج. كده خلاص هي خرجت من الفرن. بصراحة طالعة ما شاء الله جميلة وزي السفنجة. انا هنا علشان خاطر مش هزوقها، انا هحط عليها بس صوص شوكولاتة، فحطيتها في مقاس صينية 28، لكن انتوا لو عايزينها اعلى من كده هتعملوها في صينية 24. بصوا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هنا انا قلبتها وشلت ورقة الزبدة. ما شاء الله روعة روعة بجد، وسريعة جدا جدا، مش هتاخد حاجة معاكم. بصوا سمكها، ورغم ان انا عاملاها في صينية كبيرة بس سمكها ما شاء الله طالع تحفة. ما تنسوش